ازي حضرتك؟ ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ والله انت كل توقعاتك 100%. الحمد لله يا كابتن، والله يعني الحمد لله، واختيارات موفقه والله. يعني انت انتوا لعيب قديم والله يا كريم. الله يخليك يا كابتن، دي اختيارات موفقه كمان من حضرتك ومن مستر برادلي. اعتقد ان هم اللعيبه او الاسماء دي هم الافضل على الساحه دلوقتي، وفي نفس الوقت الاختيارات برضو مميزه، اللي انتوا جبتوا لعيبه صغيره تدوها الثقه وتشوفوها وتلعبوهم في ماتشات وديه ممكن تستفادوا بيهم في المستقبل ان شاء الله. هي خلطه طبعا ما بين اللي شغال وما بين اللي كانوا معانا مستمرين معانا في اكتر من معسكر والراجل عارفهم، وما بين اللعيبه الشباب برضو اللي هم باستمرار الدفع بيهم في المرحله. فهي خلطه نتمنى ان يكون ربنا وفقنا فيها يعني ان شاء الله. تمام. يعني بالنسبه لكلام احمد، موضوع احمد فتحي وشريف اكرامي ووليد سليمان، يعني بسبب الاصابات والاجهاد. هقول لك شريف وفتحي وحسام عاشور تحديدا عندهم بعض الاصابات اللي بتحتاج جزء من الراحه، الاجهاد في الخلفيه، اجهاد في الحوض، الحاجات دي. باتفاق مع الجهاز ومع الدكتور انا كلمتهم امبارح طبعا عشان اعرف الوضع بالظبط لكل اللعيبه. ايوه ان شاء الله الثلاثه دول هينضموا على يوم 3 المعسكر بتاع الامارات ان شاء الله، المباراه غانا وكوت ديفوار. بالنسبه لوليد المفروض انه هيعمل غضروف، هيعمل عمليه تنظيف انا عارف. برضه يعني فضلنا انه يعمل العمليه لانه هو اتحمل كتير عشان يعدي نهائي افريقيا ويعدي بطوله العالم للانديه. اكتر من كده ممكن تيجي ضرر كبير على اللعيب، واحنا تفهمنا ده. وموقف وليد هيعمل تنظيف والغضروف، حته الغضروف اللي عنده. لكن الثلاثه ان شاء الله هيعدوا ماتش قطر وينضموا في المباراه اللي بعديها ان شاء الله، المباراتين اللي جايين غانا وكوت ديفوار. كابتن ضياء، كان في كلام ان في مباراه يوم 7 مع تونس، وكان الشركه الراعيه كانت طلبت منكم كجهاز فني انتوا تلعبوا مباراه في يوم 7 قبل ما تلعبوا مع غانا وساحل العاج برضه في الامارات، ومش عارف ايه اللي حصل في المباراه دي. هل انتوا اساسا المباراه دي من اول يوم، من اول ما عرضت احنا طلبنا تقديمها تبقى 3 أو 4 بحيث ان احنا نكمل المعسكر، يبقى 28 و3 نطلع ونكمل على 10 و14. لكن تونس عندهم ارتباطات تمام، ما قدروش ان هم يقدموا المباراه، فما تمش ان احنا اتفقنا عليها. ده من الاول خالص يعني. يعني مش جديد الكلام ده من زمان. الكلام مش جديد أكيد. تمام. بالنسبه لشهر فبراير انتوا كنتوا طالبين ان تلعبوا مباراه مع فرقه من المستوى الثالث في افريقيا. لا مفيش الكلام ده. لا، فبراير طالبين مستوى اول اوروبي او افريقي. طيب اوروبي او افريقي. اقرب حاجه ايه يا كابتن ضياء؟ المستوى الثاني اللي في مستوى زيمبابوي طلبناهم في اول مارس. تمام. طلبنا مباراتين في اول مارس، لكن فبراير طالبين مستوى اول اوروبي او افريقي. فبراير اعتقد كان في البرتغال وروسيا. كان في البرتغال موجود، وكان في احتمال يكون موجود خلال الايام اللي جايه دي السنغال، واحتمال يكون في تركيا. ايام ايه يا كابتن في فبراير؟ هي اجنده دوليه 6 فبراير. 6 فبراير يعني ماتش من 3 منتخبات، ماتش واحد يا برتغال يا تركيا يا السنغال. بالظبط. تمام. هيكون فين يا كابتن؟ والله حسب ما الشركه اللي بتجيب المباراه هي اللي بتحدد مكان اقامه المباراه، وغالبا هيبقى لسه في يعني البرتغال تحديدا وتركيا هيبقى عندهم، والسنغال هيبقى في اي دوله عربيه. ما انت عارف ان احنا بالظبط الامور صعبه جدا. طيب امبارح اتحاد الكره كان طلع قرار بعوده الدوري يوم 30/12، وانا قلت هنا ان يعني القرار ده مش مدروس كويس والدنيا مش مظبطه، وما اعتقدش ان الدوري هيرجع يوم 30، ان منتخب مصر اساسا عنده ماتش مع قطر يوم 28. في حاله عدم عوده الدوري، وده المتوقع يا كابتن ضياء في الفتره اللي جايه، هيبقى استعدادكم ازاي قبل مباراه زيمبابوي؟ هو هنستمر على زي ما انت شايف كده. احنا يمكن مخدومين في مباراه غانا وكوت ديفوار لان هم عندهم استعدادات لافريقيا، فهيكونوا كاملين. بعد كده عندنا الاجنده الدوليه بتاعت فبراير، ما عندناش غير معسكرات ونحاول نلعب
مباريات مع فرق بدون اجنده دوليه، بدون لاعيبتها المحترفين، واحنا بدون لاعيبتنا المحترفين ما قدمناش غير فبراير هو الاجنده دوليه. لكن انا اتمنى ان الدوري يقام في يناير. يعني حتى يمكن تلاحظ من فتره زمان كان كلكم بتنادوا انه الدوري يمشي مع مواعيد البطولات الافريقيه، على اساس انه البطولات الافريقيه بتبتدي في شهر 3 الادوار الاولى، ما بتكونش اللعيبه لسه دخلت الفورمه. زي بعض الدول الافريقيه اللي بتبدا الدوري بتاعها في 3. فلو امكن ده يعني مش هتبقى في جدل كبير في الحته دي، انه بيبتدي الدوري متاخر يناير، على اساس انه يطابق يمشي مع الزمالك هيلعب في مارس، والداخلين الكونفدراليه يلعبوا في مارس، والاهلي هيلعب في مارس. الاهلي عنده فبراير كمان ماتش السوبر الافريقي بالظبط. ايه المانع؟ يعني مش لازم، عشان انا عارف انه احنا الاتحاد معذور وعايز يحدد ميعاد ويحط الناس قدام الامر الواقع. لكن ممكن المطلب اللي كان كل الناس بتطالب بيه في مصر ممكن يتحقق دلوقتي لو ابتدى في النص الثاني من يناير، تبقى الامور كويسه. لان هي مشكله اوسع من عندي انا، مش انا ان انا هاخد 25 او 28 لعيب وابتدي اعمل معسكرات. انا نفسي كل الناس القاعده تكبر عن كده. اكيد. طيب كل الدوري يشتغل يعني. اكيد. كابتن ضياء، حضرتك كلمت زيدان او شيكابالا بعد ماتش امبارح؟ بص، انا كنت في دبي والسعوديه كريم الاسبوع اللي فات. تمام. ورحت خصيصا عشان اقابل المسؤولين في الانديه، على اساس ان انا لو امكن ان احنا نستعين بالناس، خصوصا ان المباراتين على الاقل بتوع يناير دول في ابو ظبي. ايوه. طبعا ما ينفعش غير بالتواصل، لانه دي مش اجنده دوليه زي ما انت عارف. تمام. الناس كلها عندها ارتباطات، عندها معسكرات، لكن حسني في مرونه الى حد ما ان هم هيبقوا معسكرين في العين تقريبا. ممكن نقدر نستعين بيه. يعني لسه حتى هم قالوا ممكن يلعب 14، لكن لسه ما اتاكد، هتتاكد فيما بعد يعني ما اتصلتش بزيدان او شيكابالا امبارح بعد المباراه والاصابات اللي جات لهم؟ والله التليفونات شيكابالا اساسا ما بردش على حد. لا سبحان الله، امبارح انا امبارح كنت متوقع ان شيكابالا هيتعور، مش عارف ليه. هو عنده مباراه يوم 20 مش هيلعبها بتاعت دبا الفوجيرا بتاعت الكاس. بعد 20 عنده اجازه اسبوع وهيرجع تاني يسلم نفسه يعني. فاعتقد انه ان شاء الله هتبقى اصابه زيدان واصابه شيكابالا مش هتاخد اكتر من اسبوعين، والدوري هيبقى واقف. هيعدوا مصر مباراه الكاس. تمام. وبعد كده هياخدوا اجازه اسبوع كل واحد، وبعدين يخشوا في المعسكر بتاعهم. نتمنى ان شاء الله التواصل ما يطولش، عشان احنا كمان في فبراير الاجنده الدوليه نبقى محتاجين كل الناس. اكيد. بالتوفيق يا كابتن ضياء ان شاء الله، ومعسكر ناجح باذن الله، واختيارات موفقه. كل الاسماء ما شاء الله اسماء مميزه جدا، وماتش مميز ان شاء الله مع منتخب قطر باذن الله. شكرا. بشكر كابتن